ده الزبادي. كان عندي لقيت علبة لبن دومتي وعندي زبدياية، دفيت اللبن زي دمعة العين وحطيت عليه حوالي نص علبة زبادي او اقل من نصها، وحطيتهم هما يطلعوا 5. وبعدين حطيتهم في الصينية بعد ما قلبت كويس جدا الزبادي واللبن. حطيتهم في صينية وبسخن لهم مية واحطها، بما اني مولعة الفرن فهعمل ايه، هيبقى الفرن سخن فهحطه فيه. سخنا المية، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. لازم المية تبقى سخنة، ربنا يستر بس الكوبايات ما تطقش احنا بنغسلها. الصينية ساقعة فايه، وهنشوف. احنا عملناها قبل كده وطلع طري شوية كده، فبنجرب تاني وان شاء الله ان شاء الله من غير مقاطعة. عملنا بالله كبير ان كل حاجة نعملها تطلع كويسة بإذن الله. تغلي له مية في الكاتل او تحطي له مية زي ما انا عملت كده، غليت في البراد وبحط شوية شوية. المية السخنة طبعا عشان تنشط، يعتبر الزبادي ده خميرة فبينشط في المية السخنة زي ما بنعمل الخميرة بتاعت العجينة، بنحط لها مية دافية عشان تشتغل. فهي برضو كذلك اللبن يبقى دافي مش سخن، يعني تجيسيه بطرف صباعك كده تتحمليه عادي جدا. على فكرة الفرن هيبقى سخن فهتحطيه فيه ممكن يقعد فيه فترة طويلة، ممكن يبات فيه، لان انا مش مولعة الفرن من تحت، انا مولعة الشواية بس من فوق، فهيبقى برضو سخن شوية. حاطة فيه فراخ وحاطة الجلاش وان شاء الله خير. كده خلصنا المية ومع السخونية والدفى ان شاء الله هتبقى كويسة. وكده يبقى الزبادي كمان خلصناه، ونشوف بعض تاني ان شاء الله. ارجو على اللايك، يعني ارجو من سيادتكم كده ان شاء الله. هي بدأت الاعضاء تزيد الحمد لله رب العالمين، ونتعشم فيكم اكتر ونقول لكم اعملوا لايكات عشان تنزل الفيديوهات على الصفحة بتاعت اليوتيوب، تنزل كده لوحديها مقاطع. وربنا ييسر ويسهل للجميع ان شاء الله، واشوفكم في وصفة تانية باذن الله.